في أشياء نسويها مو لأن نحبها، بس لأنها تخفف عنا شي ثاني. واليوم بنتكلم عن التدخين، مو عن الطعم ولا الضرر، بس بنتكلم عن الأسباب اللي تخلينا ندخن. لحظة الصمت اللي قبل التدخين شنو فيها؟ هل هي فاصل ولا مكافأة ولا تمرد؟ ولو جربتوا التدخين شنو كانت لحظة البداية؟ ومن شنو كنتوا تشردون؟ وليش نربط الراحة بشي مؤذي؟ هل التدخين فعلا يخفف ولا بس يسرق التركيز عن الشعور الحقيقي؟ ووايد في ناس يقولون نقطع ونرجع ونقطع وبعدها نرجع، يعرفون انه غلط، بس ليش ما يوقفون؟ وهل الإدمان عاطفي أكثر من كونه جسدي؟ وأحيانا التدخين يرمز لشيء ثاني، شعور بالسيطرة، رغبة بالانتماء أو تمرد. ومو كل من يدخن ما يهتم، بعضهم يحاول يتنفس بأي طريقة. صباح الخير أو مساء الخير حسب توقيتك والمود اللي انت فيه. اليوم بتكلم عن شيء كلنا نعرفه بس ما نحب نعترف فيه، شيء نلجأ له في الزعل ونكافئ نفسنا فيه بعد التعب. بس نرجع نسأل ليش الناس تدخن؟ وتأكدوا ان الحلقة مو نصيحة ولا تصحيح مسار، هي حلقة تأمل عن لحظة الهروب، عن الشعور اللي ما نعرف نسميه، عن الدخان اللي ننفخ فيه همنا ونفكر انه يطير. ودايما اول تجربة للتدخين ما تكون الحاجة، تكون فضول أو تحدي. يعني مثلا أول مرة شفت أحد يدخن يوم كنت صغيرة، كان المشهد كأنه فيلم أبيض وأسود، الرجال جالس على الرصيف والدخان يطلع من حلجه كأنه تنين، وأنا واقفة أقول أوه واو، يمكن إذا كبرت أصير نفسه بس بدون ريحة كريهة. بس يوم كبرت وايد ناس يقولون أول مرة دخنوا كان من باب الضحك، شرقة ودموع، بس حسوا بشي. صديقتي تقول أول مرة دخنت كانت مع صديقتها في الحمام وانتو بكرامة، كانوا قاعدين يكحون بس يقولون إيه إحنا كبار الحين. وفي واحد يقول أول مرة دخن عقب التخرج، عقب ما احتفلوا فيه، ويوم خلصت الفعالية الرسمية قرر إنه يسوي شيء مختلف ودرامي، نوع من لحظة سينمائية، كأنه بطل في فيلم أوروبي قديم. يوقف عند باب الجامعة، يطلع جيجارته أو سيجارة أو زقارة مثل ما تسمونها، يولعها وينفخ الدخان، كأنه يقول انتهت مرحلة من حياتي والحين أنا حر. فهني نبدأ نسأل، هل إحنا فعلا نبي ندخن ولا نبي نحس إن إحنا نتحكم في اللحظة؟ يعني هل هو تحدي أو هروب أو بس لحظة ضعف تتكرر؟ وفي مرة أحد قال لي أنا ما أدخن عشان نيكوتين، أنا أدخن لأني ما أتحمل الناس وأنا يوعان. طلع التدخين عنده مثل السناك، بس بدل ما ياكل له كوكيز ياخذ له حرق رئة. وفي ناس وقت الغضب والعصبية يولعون، اللي تقول أحس بخنقة أبي بس لحظة أتنفس حتى لو الدخان ما فيه أكسجين أصلا. وفي اللي إذا زعل من أحد يقول بطلع أروق شوي، وترى أروق يعني أدخن. ومن الأمثلة الطريفة في هاي النقطة، في مرة واحدة قالت لي كل ما تهاوش مع زوجي أطلع الحوش أدخن، كأنه إذا شافني بدخان بيخاف مني. يما منك المرعبة. وفي واحد قال لي كل ما مدير عصب عليه يطلع يدخن، يقول التدخين أرخص من الاستقالة. بس هني يمكن اللي نحتاجه مو دخان، يمكن نحتاج شي يحتوينا، شي نفضفض له، شي يسمع لنا بدون حكم. وفي ناس ما يدخنون إلا إذا كانوا بروحهم في البلكونة، في السيارة، على الرصيف، يحسون أن الدخان هو صديق وخير رفيق. في واحد يقول ما دخن إلا في السفر، كأنه يسافر عشان يدخن براحته. وفي واحدة تقول ما دخن إلا عقب ما ينامون العيال، أحس اللحظة الوحيدة لي في اليوم. وهني السؤال يقول هل الوحدة تخوفنا لدرجة نحتاج نحط شيء بيننا وبينها؟ ليش نخاف نقعد مع نفسنا ساكتين؟ وفي ناس الدخان بالنسبة لهم طقوس طقوس، مو بس نيكوتين، عقب الغداء، عقب الشغل، مع القهوة، مع الحزن، مع الفرح. في واحد يقول الدخان نهاية كل شيء، نهاية الدوام، نهاية العزة، نهاية الفرح، نهاية العلاقة. وفي واحدة تقول ما استمتع بالكوفي إلا بدخان، تقول كأنهم توأم. والسؤال هني يقول هل هم يحبون الدخان ولا يحبون الوقت اللي يسمحون فيه لنفسهم يرتاحون؟ وفي النهاية مو كل اللي دخن يحب التدخين، وأحيانا نعرف إنه غلط بس نحتاج نكمل، نرتاح، نكافئ نفسنا أو نهرب من شيء. يمكن نحتاج نعرف شنو نبي أصلا قبل لا ندور الراحة في التدخين. أحيانا نرجع ندخن حتى لو قلنا إنه وقفنا. مو حلقة نصيحة أو توجيه، لكن مساحة لفهم الشعور اللي يسبق النفخة الأولى. أنا ما قلت تترك أو تستمر، بس أقول اسأل نفسك ليش تدخن؟ شنو تحاول تسكت؟ شنو تحاول تحس؟ أو شنو تحاول تتناسى؟ يمكن ما نلقى الجواب، ويمكن نلقى دخان ثاني يحسسنا بالهدوء. كانت معكم ميمونة من بودكاست حياة ميمونة. إذا حسيتوا أن الحلقة لمست فيكم شيء لا تشاركونا، بس خذوا لحظة وفكروا، وهذه كفاية.